السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. معاكم مطبخ مودي ان شاء الله. النهاردة بقى ايه معانا فيديو كده، ايه هنعمل اكلة بصوا سهلة جدا. بيني وبينكم بحتار كل يوم اعمل ايه، يعني حيرة كل يوم. اكيد كل الامهات عارفة وحاسة بيا برضو. بحتار كل يوم الصراحة اعمل اكلة ايه. عايزة اعمل حاجة سهلة وفي نفس الوقت مش عايزة اقف كتير في المطبخ. يعني الايام دي بقى انتوا عارفين بقى مذاكره والامتحانات والولاد ورايحين الدرس وجايين من الدرس ومدارس. فانا كنت عايزه اعمل اكله سريعه جدا وما اقفش كتير في المطبخ، ومحتاره مش عارفه، يعني عايزه حاجه سريعه سريعه. فاحنا النهارده هنعمل مع بعض اكله سهله جدا وسريعه ومش هتاخد منك وقت خالص خالص. يلا بينا كده نبدأ بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا. عملنا الأكلة الحلوة دي. بصوا ايه رأيكم في الأكلة؟ حلوة قوي قوي قوي. تعالوا نشوف الطبق ده عملناه ازاي بطريقة سهلة جدا. اول حاجه عملتها جبت كده حله، حطيت فيها ميه على النار. تمام، سبت بقى الميه ايه تغلي كده مع نفسها شويه. وبعد ما غليت حطيت معلقه زيت واحط معلقه ملح. تمام، وهجيب بقى المكرونه بتاعتي، اي بقى نوع مكرونه عندك اللي تفضلي براحتك. يعني انا هنا مستخدمه المكرونه الاسباجيتي. تمام، لو حابه تجيبي العقل الصغيره، حابه تجيبي الاقلام، اي نوع يعني مكرونه بتفضليه او ولادك بيحبوه براحتك خالص اللي انت عايزاه. انا هنا عندي بيحبوا الاسباجيتي فقلت ايه اعملها، بما ان هي النهارده اكله سهله وكده وما فيهاش اي حاجه. حطيتها تتسلق بقى، ورحت بقى طلعت كمان لقيت عندي في الفريزر النهارده لحمه معصجه. انا دايما بحب اعمل الحاجه واسيبها في الفريزر عندي اشيلها ما بيجرالهاش اي حاجه. يعني بجيب اللحمه المفرومه اعصجها واتبلها وكل حاجه تمام واسيبها تبرد واروح احطها في اكياس على قد الاكله بتاعتي. يعني بحط بقى اكياسي بقى ايه، بحط يعني على قد الاكله بحط في الكياس. تمام، بس تكون معاكي بردت خالص، واشيلها في الفريزر وقت ما بحتاج اي اكله او بتزنق الصراحه. يعني مثلا يوم زي ما قلت لكم كده عندي درس، عندي مشوار، صحيت متاخر، ماليش مزاج يعني اعمل اكله، مثلا اعمل غدا او حاجه، بس طبعا مضطره يعني لازم هعمل اكل طبعا للولاد وكده. فبكون مثلا عايزه اعمل حاجه سهله يعني مش عايزه اقف كتير. فانا بكون بجيب حاجتي اجهزها في الفريزر عندي واطلعها على قد اكلتي. فانا كنت عامله كده، كنت جايبه لحمه مفرومه ومعصجاها بالصوص زي الفل، تطلع معاكي تقعد معاكي بالشهور، ممكن تقعد معاكي كمان سنه ولا يجرى لها اي حاجه خالص. كنت معصجاها وشايلاها في الفريزر. ده كان كيس عندي، رحت مطلعاه فكفكته كده، سبته يفك شويه. جبت طاسه حطيت فيها معلقه سمنه صغيره، ما حطيتش كتير لان انا طبعا معصجاها وفيها سمنتها وفيها كل حاجه. وان شاء الله برضو ايه هجيب قريب كده ممكن لحمه واعمل معاكم كده برضو الطريقه اللي انا بعصج بيها اللحمه بتاعتي، بتبقى طريقه حلوه قوي وزي الفل. زي ما بتخزنيها عندك في الفريزر بتطلعيها برضو زي ما هي، ما بيجرالهاش اي حاجه. زي ما انتم شايفين اهو دي متعصجه، جرالها حاجه شايفين اهو لونها ولا اتغير ولا اي حاجه خالص، ومحتفظه بطعمها ولا اي حاجه خالص. انا متبلها طبعا بالتوابل بتاعتها. حطيت كده في الطاسه معلقه سمنه صغيره زي ما قلت لكم، وحطيت اللحمه اللي معصجاها تفك بقى مع نفسها كده. سبتها بصي على العين الهاديه خالص، على اهدى عين عندي في البوتاجاز، وسبتها تفك خالص. رحت مقلباها كده تقلبتين. تمام، رحت بقى كان عندي كده طماطمتين، قلت هحييها بقى شويه. اجيب طماطمتين مش كتير، طماطمتين 3 طماطمات بالظبط، قطعهم حتت صغيره وانزلي عليهم كده ايه على اللحمه. تمام، وتقلبي كده بقى وتسيبها ايه تدي وتاخد كده مع نفسها كده. يعني انا مش هسيبها تستوي، هي مستويه اصلا جاهزه، بس انا عايزه ايه الطماطم مع اللحمه تاخد لون كده وتاخد ايه صوص كده، تعمل صوص كده لون حلو كده وطعمه كمان حلو اهو. وطبعا على العين التانية انا حاطه المكرونه بتتسلق. المكرونه مش تاخد وقت، يعني 7 8 دقايق تكون استوت، ما تستويهاش قوي برضو، يعني خلي يبقى فيها ندغه كده بسيطه، ما تخليهاش يعني استوت على الاخر. تمام، حطيت هنا بقى التوابل بتاعتي، معلقه شطه صغيره، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، ممكن تحطي كمان معلقه بابريكا. حطي توابل اللي انت عايزاه. انا طبعا عشان اللحمه فيها فانا حطيت بس ايه حاجات بسيطه، يعني حطيت نص معلقه نص معلقه من كل حاجه، نص معلقه فلفل، نص معلقه ملح، وشطه وبابريكا. تمام، وهتدوقي طبعا، هتاخدي معلقه كده بطرف المعلقه وتدوقي. لو حسيتي ان انت عايزه ملح او فلفل او اي توابل بتظبطي بقى ملحك والتوابل بتاعتك بالظبط زي الفل. خلاص، رحت بقى كده كانت خلاص المكرونه استوت. زي ما قلت لكم انا ما بسيبهاش تستوى كتير عشان يعني بحب يبقى فيها ندغه كده بسيطه، بتبقى حلوه قوي.
3/4 سوا يعني. تمام. وجبت بقى في الحله، صفيت المكرونه بتاعتي ونزلت هنا في الحله بمعلقه زبده ومعاها ايه زيت، معلقه زيت. تمام. عايز تحطي زبده وسمنه ماشي، عايز تحطي سمنه بس ماشي، عايز تحطي براحتك بقى ايه الماده الدهنيه، بس لو هتحطي زبده لازم تحطي معاها معلقه زيت عشان ما تتحرقش منك. ونزلت هنا بالصلصه بتاعتي. بصوا يعني حسب بقى صلصه، كميه الصلصه على حسب كميه المكرونه اللي انت عاملاها اهو. بصوا بقيت افضي كده من البرطمان. دي الصلصه. بصوا فاكرين لما قلت لكم في المشتريات انا بحب اجيب الصلصه اللي هي بتبقى كيلو تقريبا، هي بتبقى صفيحه كده، بجيبها من السوبر ماركت. بجيب انا بقى ايه، احطها عندي في برطمانات، بغسل البرطمانات بتاعتي كويس قوي وانشفها طبعا، عشان طبعا عندي ما تبص يعني مني الصلصه. وبفضي بقى الصلصه دي في برطمانات على قد ايه يعني اللي انا عايزاه، على قد يعني الصفيحه بفضيها خالص. تمام. وبتنفعني طول الشهر يعني. حبيت زي ما قلت لكم كده اعمل زي النهارده صلصه مكرونه، اخد منها لو انا ما عنديش طماطم او انا مثلا ما عنديش بحتاجها، فبحب تبقى حاجتي موجوده عندي. بصوا زي الفل اهي. حطيت انا بقى كده الصلصه، وحطيت معاها شويه ميه صغيرين مش كتير يعني، ربع كوبايه كده، وحطيت معلقه ملح. تحطي بقى التوابل بتاعتك بقى ايه اللي انت ايه بتحبيه. انا بحط ملح، بحط فلفل اسمر، بحط معلقه شطه، ممكن احط كمان مكعب مرقه لو عندي. تمام. ورحت شاطفه المكرونه بتاعتي ورحت حاطه. بصوا زي الفل اهي، ما فيهاش اي حاجه. وكمان خلاص اللحمه المفرومه كان خلاص كنت طفيت عليها كمان. بصوا هتبقى لون احمر كده حلو قوي، لو عايز تحط لها كمان معلقه صلصه حطي. تمام اهي زي الفل. طبعا دوت ملحها وملحها مظبوط. اكله سريعه ما فيهاش حاجه. بصي يعني ما خدتش مني وقت. لو انت عندك لحمه مفرومه في الفريزر عندك بس مش معصجه، عصجيها عادي ببصلايه، بشوريه البصلايه بتاعتك، وبرده عصجي اللحمه بسرعه واعملي مكرونتك اي نوع مكرونه اهي. بصوا زي الفل، ما فيهاش اي حاجه خالص، ما خدتش مني اي وقت. اسهل واسرع اكله ممكن تعمليها، او محتاره اكله الايه، الاكله منقذه او الاكله السريعه، سموها بقى زي ما تسموها، بس اكله سريعه هي. بصوا زي بصوا ايه رايكم؟ ولا طعمها ما اقولكوش كان طعمها عامله ازاي، والله عجبت عندي الولاد جدا جدا يعني ما اقولكوش. ممكن بقى تعملي جنبها شويه بطاطس مثلا مقليه، تعملي جنبها طبق سلطه، تعملي جنبها اي حاجه، عندك شويه بقى مخلل براحتك، تاكليها كده لوحدها برضو. هي بصي اكله يعني متكامله زي ما بيقولوا كده. حاجه جميله جدا، سهله وبسيطه وسريعه اهي، ما خدتش مني وقت خالص، في 10 دقايق او اقل كمان هتعمليها. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسوش لو الفيديو عجبكم النهارده اللايك والشير، ولو اول مره بتنوريني في قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي، وتقولي رايك في ايه في الفيديو النهارده. ايه رأيكم؟ حاجة كده جميلة. هسيبكم في رعاية الله واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.